النهاردة صديقي أنا جاي أعرفك على أعبث متصفح ذكاء اصطناعي أنا استخدمته إلى الآن. والله ما بهزرش، لا حقيقي يعني. أنا لو عليا أحط في العنوان والله، بس طبعا أخاف إن العنوان يكون مثير قدر الإمكان والناس تدخل وتتصدم يعني. فعشان كده خليني كده في بداية الفيديو أقولك إن بجد ده أعبث أتفه متصفح انا استخدمته. عمري في حياتي ما هاجمت يعني اداه ذكاء اصطناعي كده والله العظيم. ليه انا بتكلم وداخل بالمقدمه دي؟ طبعا احنا شفنا ان جيكسبارك اطلقت المتصفح بتاعهم امبارح تقريبا، تمام، او بقاله 24 ساعه او 48 ساعه سيدي، تمام، يومين يعني. المتصفح ده الصراحه انا لما جيت بحثت عنه قبل ما احمله، لان الصراحه انا بحب جيكسبارك، يعني انا كنت من اوائل الناس اللي في الوطن العربي اتكلموا عنه، ومش اول واحد يعني اقصد، لان في ناس بتفهم السياق غلط، وانما كنت من ضمن الاوائل اللي اتكلموا عنه في الوطن العربي، وكنت من الناس اللي اتكلموا عنه في البدايات خالص، قبل حتى ما يتشهر وقبل ما يكون ليه اسمه. فانا بالفعل اتكلمت عنه وعرفت الناس بيه والكلام ده كله، وانا بالفعل استخدمته كتير جدا جدا جدا، لان بالفعل بيضم مجموعه ضخمه من ادوات الذكاء الاصطناعي المميزه والرائعه والخرافيه قبل التحديث الاخير بتاع الكريدت ده، اللي هو يعني مش الاخير بقى، لو بقاله فتره يعني، بس انا بتكلم اخير اللي هو لو التحديث اللي غير السيستم، بدل ما يكون اشتراك شهري لا يكون كريدت. ده بقى من ساعتها وهو الدنيا كلها اصبحت ملعبكه، وطبعا كان الترتيب الاول بالنسبه لي في المفضله اصبح الترتيب تقريبا الخامس او السادس، ما بقتش الجا له زي الاول بسبب حوار الكريدت ده. لما اطلق المتصفح وانا بالفعل دخلت عشان استخدمه، حملته. هتخش عندك على موقع جيكسبارك عشان انت تقدر تحمله وتستخدمه زي ما انت شايف، وتخش هنا عندك على في خيار اسمه ذكاء اصطناعي على الجهاز. اول ما تدوس عليه هيفتح معاك بالشكل ده، تقدر تحمل عندك هنا المتصفح على يعني ويندوز او ماك. بعد ما تحمله وتثبته بالطريقه التقليديه جدا العاديه جدا، ده هيكون شكله. اول ما تيجي تفتحه هيكون عندك بالشكل ده زي ما انت شايف، بشكل بسيط جدا وعادي جدا اللي احنا عارفينه، اللي هو الموقع الرسمي. يعني هنا اللي في المتصفح ده هو اللي موجود عندك هنا اهو. يعني انا مش عارف انا ليه هحمل متصفح اخر، يعني مفيش اي شيء مميز في المتصفح ده، هو برضو مبني على نفس نواة كروم. يعني المتصفح ده هو جوجل كروم، يعني المتصفح بتاع جيكسبارك ده مبني على نواة كرومينوم تقريبا، ولا اسمه انا دايما بنسى اسمه، بتلخبط في اسمه، اللي هو نواة كروم، تمام، اللي انت بتقدر تبني عليه متصفح زي جوجل كروم مثلا. فهو نفس الشيء، اضافات جوجل كروم تشتغل عليه. فانا لما جيت استخدمته متصفح عادي، مفيش الشيء المميز ده، بالعكس ده فقير جدا يعني وتقيل. انا يا سيدي قلت انا مش هستخدم حسابي اللي عليه كريدت كتير، هفتح حساب جديد بسيط كاني مستخدم، يعني بستخدم الموقع بشكل مجاني. تمام يا عم الحاج. حملت المتصفح وسجلت بحساب بالفعل زي ما انت شايف، وهسجل قدامكم مرة تانية، والله لسجل قدامكم مرة تانية. بص يا سيدي، دلوقتي عملت تسجيل خروج، هسجل مرة تانية بحساب جديد لان هو بيديني 100 كريدت. هدوس هنا مثلا عندي على ساين ان، واروح هنا عندي افتراضا يا سيدي على مهمل افتراضا، يعني اجيب عندي اللي هو انشاء بريد الكتروني مؤقت. ناخد البريد ده، اروح هنا عندي طبعا التسجيل بتاعه مقرف، احط هنا عندي على ساين اب، واحط عندي هنا الايميل ادرس، واحط هنا عندي اللي هو الحمايه، واقول له هنا سند كود، هيبعت لي الكود هنا اهو عادي. يعني خد براحتك، الكود بتاعه اصلا كده كده ده ايميل تافه يعني، مش هرجع له تاني، ده مجرد بس للشرح يعني. فهنتظر عندي الكود اهو جه، ناخد الكود زي ما انت شايف، اخدناه حطيناه هنا اهو، وبعد كده نحط عندي فيريفاي كود، بعد كده احط عندي الباسورد زي ما انت شايف، وهعمل هنا عندي على كرييت. دلوقتي هيخش عندي عادي زي ما احنا متعودين. دلوقتي عندي حساب جديد اهو عليه 100 كريدت، بعيدا عن الاضافه او المتصفح بالفعل ما فيهوش اي شيء مميز الا الاكستنشن ده، اللي هو يعتبر عباره عن يعني اللي انت تقدر تفتح اي موقع ويكون ده جنبه بس. يعني اي اضافه في الدنيا اضافه بتقدر تعمل ده، تمام. يعني انت لو جيكسبارك كانت عملت اضافه على متصفح جوجل كروم كان هيكون افضل بكتير جدا من بالفعل ان هم يعملوا متصفح كامل. يعني ده حسب رايي طبعا، انا كل ده بكلمك في رايي انا الشخصي، ممكن تكون انت شايف ان المتصفح ده اعظم متصفح. الموضوع موضوع اراء، تمام، يعني الموضوع موضوع اراء وموضوع تجربه. انا مش بقول لك جيكسبارك وحش، انا بتكلم دلوقتي عن المتصفح ذات نفسه. يعني ايه المتصفح بيديهولي؟ انا شايف ان هو لا يعطيني اي شيء، هو ما بيدينيش اي شيء غير فقط الاداه دي. هتقول لي عبد اللطيف بس لو انت دخلت عندك على اليوتيوب ومش عارف ايه والكلام ده كله، هقول لك ممتاز. نخش عندنا بقى دلوقتي يا سيدي على قناه مثلا عبد اللطيف سعيد مثلا، افتراضا عندي على اليوتيوب اكيد هطلع زي ما انت شايف ده الفيديو مثلا افتراضا. هاجي عندي
عندي على الفيديو ده. طبعا هنا في اضافه اللي هو بتاع اسال الذكاء الاصطناعي عن الفيديو، وعندي هنا الاضافه دي تقريبا اللي انا اخد الصوره، او عندي هنا بيقول لي ازاله الخلفيه، ممحاه سحريه، توضيح، تحميل. بس يعني برضو اي اضافه يعني على جوجل كروم تقدر تنفذ نفس الشيء، يعني اضافه تقدر تعمل ده، مش محتاجه متصفح. بس المهم بقى لو انا دلوقتي دخلت عندي على الفيديو ده هلاقي عندي هنا مجموعه من الامور على الفيديو حلوه قوي. لو انا رحت عندي افتراضا على تلخيص محتوى الفيديو، وهنا بص انا عندي كام؟ عندي هنا 100 كريدت. ثانيه واحده، انا اسف معلش، راح فين؟ ده خلصوا؟ انا عملت ايه اصلا؟ انا عملت ايه عشان يخلصوا؟ انا عملت ايه اساسا؟ والله ما اعرف. بس عموما شفت انت الهبل ده؟ المفروض ان انت كان في البدايه كان بيديني 100 كريدت، دلوقتي مفيش 100 كريدت، راحوا. دلوقتي انا طلبت منه ان هو يلخص لي الفيديو، بص طب جميل والله، طب الحمد لله عملوا دلوقتي، يبقى لسه ال 100 كريدت موجودين، ده حلو قوي. لو احنا بقى رحنا بعد ما يخلص تحليل الفيديو ورحنا على فيديو اخر عشان يحلله، هيقول لك شكرا كده يا عم بيتك بقى، لان كده خلاص ايه ما بقاش في كريدت اخر موجود. يعني واحد ما ينفعش يوقف الصوره لان بيطلع بشويه يعني كادرات عبيطه قوي. احلى حاجه جيك سبارك بيتميز فيها وهو التحليل بالفعل بيكون ممتاز، لان بيديك طابعه زمنيه، بيديك مقدمه واهميه التحديث، بيديك حاجات كتيره جدا عن الفيديو، يعني بالفعل بيحلله بشكل عميق، وده ممتاز. انا شايف ان ده رائع ومتفوق فيه اصلا على بريبلكستي. بس هنا يقول لي هنا اللي هو نتورك ايرور. عارف ده ليه يا معلم؟ بسبب ان الكريدت بتاعي انتهى. طيب لو انا رحت افتراضا على اي فيديو اخر على اساس ان انا اطلب منه حاجه تانية، اهو بص ابتدى دلوقتي الهبل اهو زي ما انت شايف، بص upgrade your plan. طب انا كده استفدت ايه؟ طب انشاء شرائح upgrade your plan، نفس الفكره. طيب اقفل ده خالص واعمل من جديد يا سيدي اهو، تمام، افتح من جديد ونخش عندي على اليوتيوب، واخش عندي على اي فيديو اخر بعيدا عن اي فيديو قديم اللي هو ده، واجي هنا عندي تلخيص محتوى فيديو، هو تلخيص محتوى الفيديو الوحيد upgrade your plan. طيب انا كده كمستخدم استفدت ايه؟ يعني انا دلوقتي ما اقدرش ان انا بالفعل اعمل اي حاجه. افتراضا اكتب لي مثلا مقال عن اهميه الموز باللبن، upgrade your plan زي ما انت شايف. كل حاجه دلوقتي ابجريد يور بلان لان انا زيرو كريدت، مفيش شيء مجاني هنا، كل ده مدفوع يا راجل. ده حتى البحث ذات نفسه مش مجاني. هو حلو واحنا عارفين جيك سبارك واتكلمت عنه كتير، وان انت تقدر هنا تخصص عندك اللي هو الاد، وتقدر تضيف عندك وتربط الدنيا كلها ببعض حلو، وتربط عندك الجيميل والدرايف ومايكروسوفت والنوشن ومليون حاجه مع بعض. جميل 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 يعني. بس ده سفاح كريدت، يعني اخد في تلخيص الفيديو الواحد 100، الفيديوهين 100. طيب على النقيض بقى عندي اللي هو بريبلكستي زي ما انت شايف، اللي هو كوميت، تمام، اتكلمت عنه قبل كده في فيديو فات زي ما انت شايف، اللي هو اقوى متصفح ذكاء اصطناعي. وانا هنا عندي حساب مدفوع على فكره على بريبلكستي، بس زي ما انت شايف حساب المدفوع اللي عليه صورتي دي اللي هو مكتوب برو. هنا على بريبلكستي انا هنا زي ما انت شايف حسابي هنا المجاني، يعني انا بالفعل ما عنديش حساب مدفوع هنا، ده حساب المجاني الفري، تمام. عندك انا بيقول لك ابجريد بلان، معنى كده ان انا ده حسابي المجاني. فلو انا مثلا رحت عندي على اي فيديو افتراضا ليا زي ما انت شايف واهو حساب مجاني، رحت مثلا عندي على الفيديو ده هقول له لخص الفيديو، هنا في ايقونه ان انا الخص الفيديو على طول بشكل مباشر. طبعا هنا يعني هنا دي هتظهر عندك كتير، فكك منها، انت لو عملت كانسل خلاص الموضوع انتهى، اقدر انا استخدمه براحتي زي ما انت شايف. عرب يا حاج، عرب يا حاج. بكل شويه يقول لي انا وصلت للحد الاقصى، بس فكك منه، اقفل اهو زي ما انت شايف. قسم الفيديو بالتوقيت عندك اهو زي ما انت شايف اهو. فكك اهو، بس هيفضل كل شويه يعرفك بالرساله دي عشان تشترك، بس في النهايه الفيديو تمام، الفيديو ما فيهوش مشكله، او البتاع ما فيهوش مشكله. اخش تاني عندي اقفل ده، اخش يا سيدي عندي افتراضا يعني ان انا افتح الاسيست اللي هو الاسيستنت، تمام. بعد ما اقول له مثلا حاجه جديده، افتح حاجه جديده، اكتب ليا مقال بسيط عن اهميه الموز بالبطيخ. فكك من الكلام ده، فكك. وكل شويه يقول لك ان انا وصلت للحد الاقصى، بس هو ايه، استخدمه براحتك يعني، تمام. زي ما انت شايف الموز والبطيخ من اكثر الفواكه زي الفل اهو، تمام. عندك اهو بالفعل عمل لك الدنيا كلها. عندك هنا المساعد الصوتي، طبعا انا بس مش هشغله عشان خاطر ايه، او هشغله يا سيدي عشان اكون واضح اهو. مسا يا حاج، اعتذر لم افهم طلبك جيدا. ما انت عارف انا انت مش بتتكلم مصري، بس عادي يعني. اذا كنت تحتاج اي مساعده اخرى او عندك اي استفسار انا هنا للمساعده. حبيبي يا حاج، ربنا يبارك لك، روح نام. زي ما انت شايف او كل ده وانا حسابي مجاني بشكل كامل. ده الصوت، ده
اللي هو المساعد، وعندي هنا مليون حاجة تانية اقدر ان انا اعملها حرفيا ببربلكستي، واتكلمت عنها قبل كده في فيديو خاص، وحسابي مجاني. طيب انا وعندي هنا الواجهه، بص زي ما انت شايف واجهه جميله منظمه، وبرضه مبني على كروم، والمتصفح ذات نفسه يفتح النفس، يعني التصميم نفسه عصري، التصميم نفسه انا مش بطبل والله لبربلكستي، بس اديك انت شفت دلوقتي اهو تمام. عندك تقدر تترجم الشاشه زي ما انت عايز، هو مبني هو نفسه مبني على نوت كروم، فاهمني. تقدر تغير اللغه افتراضا يا سيدي، تيجي انا عندك على اللانجوج وتقدر تضيف مثلا عندك لغه عربيه افتراضا لو انت عايز مثلا لغه عربيه، تمام، اهو العربيه اد، وعندي هنا مثلا اخليها عندي اللي هو ديسبلاي ويرفرش، وهو يقفل ويفتح معاك مدعوم باللغه العربيه اهو. طيب عايز دلع اكتر من كده ايه؟ ده عظيم. بغض النظر انت مهما دخلت اكتر من مره وقلت له يعني لخص لي، هيلخص لك لخص بص بيدعم العربيه تلخيص زي ما انت شايف. فكك من ده، كل شويه هيفضل يظهر لك ده، بس عادي. انت شفت انا استخدمته قد ايه قدامك، وبيقول لي انت وصلت للليميت. مفيش ليميت يا محاج، استخدم زي ما انت عايز. اقدر اخد سكرين شوت واقول له مثلا يا سيدي تعالى نتكلم عن غريب الشيخ، اول مره اشوفه والله، هقول له مثلا مين ده، واقدر ان انا احلل واعمل وبتاع والكلام ده كله ببلاش. فلا يعني لو احنا جينا اتكلمنا عن متصفح ذكاء اصطناعي، الصراحه بربلكستي هو اللي تفوق هنا. انا مش قادر استخدمه جيك سبارك ليه؟ لانه بالفعل خلاص انا كده مشكلتي معاه انتهت. يعني انا هنا ما اقدرش اعمل اي حاجه تانية، خلاص الموضوع بالنسبه لي انتهى. اي شات اخش مفيش، يعني اقدر انا هتكلم السلام عليكم، محتاج يكون عندك كريدت. طب انا استفدت ايه وجه الافاده؟ انا ما اعرفش الصراحه. متصفح يعني الصراحه انا مش قصدي يعني اي تقليل، هو الموقع كويس، جيك سبارك كويس ممتاز، المتصفح هو اللي معفن. وشفت ناس كتير قوي 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 اتكلموا بايجابيه عليه بطريقه لا تتخيلها، كانه متصفح المستقبل. والله متصفح زي الزفت، ما فيش اي شيء ايجابي فيه، انا مش شايف اي شيء ايجابي فيه حقيقي. التقيل، تصميمه سيء، كل اللي عليه ده كله ممكن اكستنشن او اضافه على متصفح جوجل كروم او فايرفوكس يعمل اللي بيعمله ده عادي، مش محتاج متصفح كامل. ايه وجه الافاده؟ انا معرفش يعني، ولا تصميم ولا يعني ولا شكل. التصميم سيء، تقيل جدا تقريبا، يعني برمجوه بشكل خاطئ او حاجه، في مشكله تقنيه ما، تمام، بحس بتقلب باستخدامه، مش سريع، مش سلس معايا. بفلوس، اعصر فلوس، هات كريدت عشان تقدر تستخدم. بس يعني الصراحة أنا مش شايف إن هو ممتاز إطلاقا. أول مرة في حياتي أتكلم عن حاجة بالطريقة دي الصراحة. لا فعلا فعلا سيء، وأنا آسف على الإطالة، وأشوفكم على خير بقى بإذن الله فيديو جديد، ومع السلامة.